أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، ولو دي أول مرة ليكم هنا أهلا بكم في القناة. أنا اسمي أحمد المليجي، مهندس ومؤسس شركة ورائد أعمال سابقا، وحاليا مشروع يوتيوبر صغير. هنا على القناة بحل ألغاز، وإن شاء الله قريب هبدأ أعمل سلسلة فيديوهات عن إزاي تبقى رائد أعمال وتنشئ شركة ناجحة. فلو في حاجة معينة في المجال ده حابين إني أعمل عنها فيديوهات اكتبوها لي في الكومنتات، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا. من حوالي أسبوع شركة ألمانية اسمها اسكيب والت بعتت لي رسالة على انستجرام، قالت لي إنهم شركة بيصنعوا بازل بوكسز من النوع ده، وإنهم عايزين يبعتوا لي شوية عشان أحلهم على القناة. قلت لهم أوكي ممتاز، وطلبت منهم يعملوا لكم ديسكاونت كود بحيث إن أنتوا تاخدوا 10% اوف على أي حاجة تشتروها من على الويب سايت بتاعتهم. الديسكاونت كود هو ميليجي MELIGI، هتاخدوا 10% على أي حاجة هتشتروها من عندهم على الويب سايت. والفيديو ده مش سبونسرد ولا حاجة، هم بس بعتوا لي البازلز دي ببلاش، إنما ما بعتوليش أي فلوس، ومش هاخد أي فلوس على أي مبيعات لو استخدمتوا الكود بتاعي. الفكرة بس إن أنا كنت عايز أشوف لو في إمكانية إن أنتوا تاخدوا ديسكاونت، لأن أنا عارف إن الألغاز والحاجات دي بتبقى غالية. وقبل ما أنسى، هم بيوصلوا حاليا لكذا بلد عربية، ما أظنش مصر منهم، فقالوا لي لو حابين إن أنتوا توصلوا لمصر كل اللي أنتوا عليكم تعملوه إن أنتوا تبعتوا لهم إيميل على info@escapeworld.com. كل المعلومات دي هحطها لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو. ابعتوا لهم الايميل واكتب لهم بالظبط انتوا ايه البرودكت اللي عايزين تشتروه او ايه المنتج اللي انتوا عايزينه، وقولوا لهم ان انتوا جايين من طرف مليجي، فاكتب لهم الكود عشان يدوكوا الديسكاونت. اوكي، توكلنا على الله. اللغز اسمه هاوس اوف ذا دراجون، بيت التنين. قصه اللعبه بتتكلم عن واحد زمان في اليابان، نجار كان اسمه اساهي، كان بيشتغل 12 ساعه في اليوم عشان يصرف على ابنه الوحيد ريوتو. بس اول ما ريوتو بقى عنده 18 سنه ساب ابوه وراح لطوكيو، وعمره ما رجع حتى يزوره. ابن عاق. السنين مرت واساهي بعدها اكتشف ان كيوتو ابنه بقى عنده عيله وبقى عنده اولاد هو كمان. وحرام اساهي الغلبان مسك شويه الوان وفرش وبدا يرسم ويتخيل عيلته كان هيبقى شكلها عامل ازاي لو هم اجتمعوا مع بعض. وبالغلط راحت عليه نومه وهو بيرسم، وجاله تنين في الحلم قال له ما تبكيش على احفادك، الوقت ما تاخرش ان انت تبني علاقه قويه مع عيلتك. قصه غريبه شويه بس اوكي، خلينا نشوف. اوكي، ده التوب ده بيلف وعليه رسومات هنا وكذا قطعة. مش عارف اذا القطعة دي هتتفك او هتطلع بقى في اتجاه معين. هنا في زي بابين، دول اظن هو ده الهدف ان احنا نفتحهم. وهنا في التنين ده، بس البتاعة اللي في النص دي مش بتتحرك في اي اتجاه. وعلى الناحية دي عندنا التسع دوريات دول، والرسمة دي مفيش حاجة منهم بتلف. وهنا عندنا ايه ده دي الارقام بالياباني من 1 ل 9. انا بعرف اقرا شويه ياباني. ايتشي ني سان يونغو روكو نانا هاتشي كيو 1 ل 9. مش عارف اذا اليوم اكيد ليهم علاقه بدول طبعا. خلينا نشوف. وهنا في حاجه هنا جوه، مش عارف بتاعت ايه دي. اوكي دي بتلف. اوكي خلينا نرجع لها. الله الله الله، في حاجه هنا لفت، شايفين دي؟ مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها هاتشي تقريبا. وتحت خالص الناحية دي في البتاعة دي وعليها حروف زي ما تكون مكتوب بالشقلوب بقى. المفروض ان احنا نقراها بطريقة ما. الفكرة دلوقتي عايز اعرف بس نبتدي من فين. اوه، احنا عملنا ايه هنا؟ في حاجة اتحركت، بدأت تتحرك دي. هم اصلا كلهم كانوا بيتحركوا، بس بتوع الناحية دي دول ممكن يتحركوا شوية بس ما بيخرجوش خالص. مش عارف بقى هل الفكرة ان انا احركهم بقى
ايه يعني كومبينيشن معين مثلا انه هيفتح لي حاجة. لا هو دلوقتي كل دول بيتحركوا تقريبا، بيطلعوا لبره باستثناء اللي في الصف الاول ده. لا دي ولا تطلع ودي بتطلع. بس مش عايز اثبت ليه. دي الوحيدة اللي مش بتتحرك. اتوقع ان دي ليها هل يمكن عشان البتاع اللي تحت دي في هنا زي حتة صغيرة كده، فدي يمكن اللي موقفة دول، مش عارف. ممكن يداس عليها لجوه. ثواني كده. اوه الله. اوكي لما دوست على البتاعة دي لجوه عرفت اطلع القطعة دي. هل ينفع اطلع حاجة تانية؟ اوكي دي خرجت عليها سهم بس، ودي زي ما يكون شكلها مفتاح. هل المفتاح ده ممكن يدخل هنا؟ والله ممكن. زقينا القطعة الخشب دي لجوه شوية. وايه تاني؟ هل ممكن هنا ولا دي بقى ليها مكان معين؟ يمكن هنا لما يبقوا وردتين. لا لا اي حاجة من دول تاني يتحركوا. المفروض ده اطلعه بقى للاخر. اوبا الله، لا ده في مراية هنا. اوكي سو احنا طلعنا الفتحة دي من الوردة دي من هنا، زقنا هنا جوه الحتة دي خرجت شوية، طلعناها ولقينا المراية دي، وجوه هنا مكتوب جو. جو فين بقى؟ هل المراية دي نقدر نستخدمها للكلام اللي تحت هنا؟ تصدقوا مش عارف اوريها لكم ازاي على الكاميرا، دي هتبقى صعبة، بس يعني الكلمة دي تقدروا تشوفوها على المراية صح. مكتوب اول حاجة كاتيا، وبعدين نوكو، وبعدين سان، وايه شجن، ايه الاسم ده، وومو. ولا المفروض في الاتجاه التاني؟ لا هي المفروض كده. كاتيا، نوكو، سان. ده اسم فهمت. جنسن. اوكي وبعدين وومو. اوكي احنا قلنا عندنا اول اسم
كاتا، وبعدين نوكو، بس دي كلها كلمة واحدة. نوكو سان SHJNJ، وبعدين الأخيرة وومو. أنا الصراحة دلوقتي عمال بعشوق شوية، أنا مش عارف يعني، بحاول أدخل المفتاح اللي أنا دخلته تاني، أشوف يعني مثلا لو هيتحرك لنا أي حاجة. لا، وايه لازمة الحروف دي؟ ايه ده؟ الله 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 الله، هي كانت بتتحرك؟ ايه يا معلم ده؟ اوكي، اوكي، عليها الحروف هنا بتاعت الارقام. دي الاي بتاعتهم، انا عمال اقراها غريب من الصبح عشان كده. ايتشيني سانيون، اوكي 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 اوكي. لازم نغير دي عشان بس حرف الجي عندهم هم بيكتبوا غلط. اس اتش اي ان اي. اوكي، ايه بقى الحروف دي معناتها ايه؟ معناتها ايه؟ حاسس ان انا بدأت افقد اعصابي. ده ايه لازمته ده يعني؟ ده فتح لنا ده وقال لنا الجو اللي هي الخمسة، فتحناها ما حصلش حاجة. شفنا دي اللي هي الهاتشي، مش عارف ليه بيكتبوا الاي بتاعتهم شبه الجي اوي، مش عارف اذا واضحة ولا لا، بس بصوا غريبة. لقينا الخمسة والتمانية، ادي الخمسة وادي التمانية. ايه بقى؟ هل ده هيفتح لي حاجة يعني؟ ايه ده؟ وفي حتة تانية ما طلعناهاش مع دي؟ شفتوا دي لما فاكرين لما طلعنا دي من تحت من هنا؟ في حتة تانية جنبها، حتة خشبة بس. بصوا اللي بتتحرك دي، طلعها ازاي دي بقى؟ اوه اوكي، عرفت اطلعها بالمفتاح. مش عارف اذا انا بغش ولا لا، بس اتحركت اتكت، اظن ان انا بغش بس خرجت. ناو، الله، ايوه بقى. دي خرجت، دي بقى مكانها فين؟ لا، انا بس متاكد ان دي ما تطلعش. لا ما تطلعش، مفيش حاجه هنا. لا، هل دي بقى مكانها هنا في مكان ما؟ خوف ان انا غشيت، عملتها غلط، ما كنتش المفروض ابقى في المرحله دي، بس مش لاقي حاجه تانية الصراحه، فمش عارف. اظن يمكن هي كده، هي ما تجيش غير كده على ما اظن. ودول
والاسامي دي اللي كتبناها هنا مش عارف ايه علاقتهم بالموضوع الصراحة. انا كنت مفكر ان احنا بعد ما نطلع دي مثلا ممكن تدخل هنا، بس الفكرة ان من جوه هنا دي اصلا مسدودة، يعني حتى لو قعدت الف الجير او الويل اللي على جنب العجلة دي ما بتفتحش، مفيش اي مكان للمفتاح ده يدخل فيها. طب المفتاح ده يدخل فين بقى؟ يدخل فين؟ ايتشي. اوه، انا كل ده لانه مكنتش عارف اقرا الحروف دي في الاول، كنت مفكر ان دي جي بس دي اي. سو هنا مكتوب ايتشي، مش عارف. دي عندنا خلينا نكتب الارقام اللي احنا لقيناها لحد الان، اللي هي ايتشي اللي هي 1، ولقينا جو اللي هي 5، ولقينا هاتشي هنا اللي هي 8، 1 و5 و8. هل في ارقام تانية كنا لقيناها؟ خلينا نشوف هنا برضو في العجلة دي تاني. كورو هي المفروض، مش عارف هل هي روكو بالعكس 6 يعني، مش عارف. فنكتبها كيورو او روكو اللي هي 6. سانو نو مش عارف ايه سانو ده، نكتبها برضو. هل ليها علاقة بالاسامي اللي فوق دي؟ في سان شيني وومو كاتا نوكو. دي مش حاجة كده ما خلصناها. مش عارف بقى، هل يعني مثلا الارقام دي اللي هو مدينا 1 و5 و8 وبوتنشلي 6، 1 و5 و8، في حاجة اتفتحت 6. لا. اوه ايوه صن يعني 3 صح؟ يبقى ممكن هل الكلمة، لان صن كانت كلمة من الكلمات اللي احنا طلعناها من هنا لما بصينا عليها من المراية، او رقم بمعنى اصح. فاحنا عندنا صن اللي هي 3، عندنا ايتشي اللي هي 1، وجو اللي هي 5، وهاتشي 8، وروكو اللي هي 6 اللي مش متأكدين منها. دي مش متأكدين منها. هي دي الارقام اللي موجودة عندنا لحد دلوقتي، اللي هي 1 و5 و3. 3 مش بتتحرك. جيد. لا بتتحرك يعني، بس كانت معصلجة شوية يمكن. 1 و3 و5 و8. لا برضو. ولا هل هي الارقام اللي احنا ما لقيناهاش؟ تفتكروا؟ يعني احنا لقينا 1 و3 و5 و8 و6 مش متأكدين، فالمفترض ان احنا ما لقيناهاش. هل هتبقى اللي هي 6 وال2 وال9؟ لا برضو. اوه، البتاع اللي في جنب خرجت. الله، ايه بقى ده يا معلم؟ تقول لك 2 واعملها كده، ولا ايه دي؟ 2 2 ونازلة على دول، ارفعهم. ولا هيطلع حاجة تانية؟ يس، الله، دي بتطلع، مش عايز تطلع ليه؟ طيب بقى، ولا ايه؟ ولا هي تطلع من غير حاجة؟ لا هي بتطلع فعلا من خلال دول. هل ندخل دول؟ طيب انا بطلعها للاخر.
اوه، لما حركنا دي لبره الفتحه دي فتحت. الله الله علينا. اوه دي بتخرج. حلو قوي. شكل المفتاح ده غريب، يمكن هو ده اللي المفروض يدخل هنا. ثانية نفتح دي تاني. هل ده المفروض يدخل هنا؟ يمكن بالعكس. لا. طلعنا ايه لحد دلوقتي؟ طلعنا المراية، طلعنا البتاع اللي عليها الكلام، ودي اللي عليها رقم 2 ونازل لتحت. طلعنا المفتاح ده وده وده. والله مش عارف هو ده اكيد يدخل. لا ثواني، بيدخل والله. اوه ها، ده كان مكانه هنا من الاول. يا نهار ابيض، ضيعت وقت كتير. الباب فتح. اوكي كده حليناها. لا في حاجه جوه. ايه بقى اللي جوه ده يا معلم؟ ده التنين بنركبه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اوكي I think that's it. يعني احنا كده حليناها خلاص. انا ضيعت وقت كتير الصراحه في الحته دي. المفروض كنت يعني دخلته ضغطت عليه اجمد شويه برضه عشان هو خشب، فبيبقى ساعات معصلك كده، بس يعني خدت مني تقريبا ساعة. وبكده أعزائي المتابعين نكون حلينا اللغز بتاع بيت التنين وفتحناه ولقينا التنين الصغير ده جوه. اللغز حلو بس مش أمتع واحد من النوعية دي. يمكن أكبر ميزة للصندوق هو الكومبارتمنت أو المساحة اللي جوه دي، تقدروا تحطوا فيها هدية أو حاجة وتدوها لحد عشان يحاول يفتحها ويطلع الهدية بتاعته. ودي ميزة كبيرة عن الصناديق التانية اللي احنا حليناها قبل كده اللي ما فيهاش مساحة جوه. مع ذلك برضو أنا في رأيي الصناديق التانية كانت ممتعة أكتر. لو حابين تشوفوني وأنا بحلها هحط لكم اللينك هنا.